النهاردة معانا جولة جميلة لأجمل متابعين في الدنيا. جولتنا النهاردة في المنشية يعني أكبر سوق تجاري في اسكندرية. زي ما احنا شايفين الملابس الداخلية، أرخص الأسعار، أجمل الحاجات. طبعا سوق المنشية زي ما احنا شايفين سوق تجاري ضخم جدا، أسعار رخيصة جدا. المحلات كلها في اسكندرية بتروح تجيب من المنشية. طبعا بيجيبوا من السوق ده بأسعار رخيصة. عباية رمضان طبعا الجميلة، الملابس الداخلية، ملابس البيت، طبعا كلها أسعار جملة. بيروحوا يجيبوا من السوق ده طبعا زي ما احنا شايفين. بصوا كميات مش قادرة أقول لكم. بيروحوا يجيبوا من السوق ده وبعد كده بيبيعوا طبعا أغلى بره، أغلى من السعر. طبعا بيطلعوا المكسب بتاعهم، بيطلعوا حاجات كتير. إنما لما تروحوا المنشية وتشتروا من السوق اللي أنا بصوره ده، طبعا سعر جملة، حاجات جميلة. زي ما احنا شايفين سوق المنشية هو منبع للملابس طبعا، وطبعا بسعر تجاري، أسعار رخيصة جدا، حاجات جميلة. ملابس العرايس، جاز العرايس، العبايات، الجاكاكيت. بصوا عبايات لرمضان جميلة في منتهى الجمال زي ما احنا شايفين. بصوا الجمال اهو. طبعا اسم المحل تقى كلاسيك. زي ما احنا شايفين ضمن المحلات سوق المنشية. طب هتقولوا لي فين المكان ده؟ احنا هنمشي عند ميدان المنشية وبعد كده هنحود نمشي في الوش على طول. بعد كده نحود اول شارع طبعا السوق اللي بيودي على شارع طبعا فرنسا، اللي هو وسوق ليبيا. لو سألتوا أي حد هيوصف لكم المكان اللي احنا بنصور فيه ده. طبعا سوق المنشية، بصوا الطرح، بصوا الجميل، أسعار رخيصة جدا. مش قادرة أقول لكم، كان لازم نعمل جولة النهاردة ونوريكم الجمال دوت. حبايب المتابعين يا ريت ما تنسونيش باللايكات للمجهود اللي بنعمله ودعمكم لقناتكم جولات اسكندرانية. احنا النهاردة في المنشية وسوق المنشية. هنا بقى بيدخل على زنقة الستات جوه كده. بصوا شايفين الشارع الصغير ده، هو دخلت زنقة الستات. طبعا هنعمل فيديو لوحده كامل لان الوقت كان متأخر وبدأوا يقفلوا. بصوا اهو الشارع الصغير ده هو زنقة الستات. حبايبي المتابعين استنوا الفيديوهات الجاية، هنعمل جولات جميلة في المنشية واكبر سوق تجاري في اسكندرية. طبعا أسعار رخيصة، حاجات جميلة. كل اللي محتاج حاجة يروح سوق المنشية وطبعونا هننزل كل حاجة وإن شاء الله بالأسعار. احنا خدنا فكرة وقلنا وبنوريكم ايه اللي بيتباع هناك. بعد كده بقى هنوريكم بالأسعار. حبايبي المتابعين يا رب تكون عجبتكم الجولة، ويا ريت ما تنسوش التعليقات. طبعا دي اعرف تفاعلكم على الجولة، واللايكات لدعمكم لقناتكم جولات اسكندرانية. بصوا الطرح والجمال، حاجات جميلة جدا جدا طبعا.